مشغول اللحم ما ظني في بيت في الدوحة ما يحبه وما يسويه. خلكم معاي وبرويكم الوصفة، وتقدرون تستبدلون اللحم بالدياي بعد إذا حابين. أول شيء نبدأ بتحمير الزيت، نضيف عليه البصل، أخلي البصل يحمر وأنزل عليه بعدين البزار القطري أو أي بهارات عندكم تحبونها، البقدونس والكزبرة المفرومين، وبعدها عندنا الطماط قطعناه جوانح نخليه يذبل، وأضيف عليها بعدين الثوم أنا فرمته مع الزنجبيل وننزله ونخليه يتحمر، وعقبها نخلي الخليط يذبل وانزل الفلفل واللحم بعد ما سلقته مع البهارات الصحيحة أضيفه على حمستنا، وعقبها نخلي الحمسة تتجانس مع بعض بهذا الشكل. البطاطا قطعتها شرايح سويتها بالاير فراير يعني أخف من القلي، وبعدين العيش سلقته 3/4 سلقة مع ملح وبهارات صحيحة ونزله، أخليه 20 دقيقة ياخذ الريحة والطعم. بكذي صار جاهز. ننشب المشغول، نحط أول شيء العيش الأبيض، وبعدين تطلع الحمسة عندنا كلها داخل. يا ليت توصلكم الريحة وتشوفون شقد هالطبق لذيذ وسهل. وبعدين نحطه في الطبق ونصفه، ونخلي أهم شيء البطاطا واللحم على الوجه. وبكذي صار عندنا مشغول اللحم جاهز، وقلت لكم تقدرون تستبدلونه بدياي إذا حابين. تشوفوا اللحم شلون عندي ذاب، وأحلى فقرة البطاطا الذايبة، شوفوها شلون تحصلونها بين اللحم عليكم.